انا مش هقولك ان انت عايشه دور الضحيه، لا انت فعلا ضحيه وعديتي بحاجات كتير جدا 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 تخليكي في الحاله النفسيه اللي انت فيها دلوقتي. انت ضحيه بس انت حاجه تانية غير انك ضحيه. انت عديتي بموقف صعب بس انت عديتي في حاجات تانية غير ده. فاحنا اللي بنختار احنا هنعيش بانهي تجربه في حياتنا. انهي تجربه هي اللي هتديفاين اس، هي اللي هتكون التعريف عندنا. انا هعرف نفسي قدام الناس ان انا ضحيه لكذا كذا كذا، ولا هعرف نفسي قدام الناس ان انا مريت بده وعديته. مفيش اي انسان على وجه الارض هيخرجك من اللي انت فيه ده غيرك. طب تقولي انا مش قادره اخرج من اللي انا فيه، انا مش قادره اخرج من الحاله النفسيه اللي انا فيها، ممكن تطلبي مساعده، وطلب المساعده ده جاي منك انت برضه. مفيش حد هياخدك من ايدك غصب عنك يوديكي لدكتور نفسي، مفيش حد هياخدك من ايدك غصب عنك يحاول يخرجك بره البيت ويخرجك بره الحاله النفسيه اللي انت فيها. مفيش حد هيمسك دماغك كده ويوجهك انك تبصي لمستقبلك وتبصي لحياتك اللي جاي. لازم تقومي وتفوقي لنفسك وتشوفي حياتك وتتحركي عشان تخرجي بره الدايره اللي انت فيها دي. فهماني؟ فهماني. سلام.